لا لا لم نخلق عبثا حسنا، بل لنعمرها دنيانا، لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان. لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا، أن نحيا في الكون كراما، إحسان يتلو الإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طلبة تانية اعدادي الترم الاول؟ هنكمل الجزء الاول اللي احنا ما كملتوش. طبعا انا سجلت الفيديو كانت ساعة وتلت، نزل منه تلت ساعة بس. في الجزء الاخير ده طار، فهعيده تاني عشان خاطر ما تقوليش ليه الحاجات دي معمولة كده. انت بتبني السبورة من اول جديد. انا كنت بنيها وصورت وعملت كل حاجة، بس يعني اللي حصل حصل بقى. هنرجع بقى نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت ما شفتش بقى التلت ساعة اللي نزل ده، يا ريت تسمعه عشان هو كان مهم. نبدأ من اول كده. هنا كيفية صنف مندليف العناصر. عدى مندليف، قلنا ان هو عدى 67 بطاقة على حسب 67 عنصر هو اكتشفهم، تمثل كل منهما وكتب على كل عنصر. واحنا قلنا البطاقة بتاعتها دي عاملة زي بطاقتك كده، بتاعت بطاقة مثلا اخوك الكبير، والدك، والدتك مثلا. دي بطاقة شخصية بتعرف ده بتاع ايه. هو عمل كده برضه 67 بطاقة، وكل بطاقة بتحمل فيها ايه؟ بتحمل فيها رمزه. الوزن الذري مثلا، العدد الكتلي اللي هو الوزن الذري والعدد الكتلي، درجة الغليان، درجة الانصهار، كيفية صيغة الأكسيد بتاعه، كثافته. صح؟ هي دي البطاقة اهي، ودي البطاقة دي كل بطاقة اهي. بعد كده رتب العناصر اللي متشابهة في الخواص، على عدد مجموعات رئيسية، على مجموعات رئيسية متشابهة في الخواص. وقسم العناصر لمجموعات A و B. ليه؟ قال وجود فوارق في خواص العناصر كل منهم. يعني مثلا لو جيت هنا اهي، مثلا ده اهو MG 24 27 28، هو رتبها مجموعات رئيسية كده لأن في خواص، في تشابه في الخواص، لكن اترتبت أفقيا لأن في تشابه، في يعني تقارب في الوزن الذري على حسب الوزن الذري. مثلا 24 الوزن الذري بتاعها، الالومنيوم 27 و3 ده الوزن الذري بتاعها، السيليكون 28 ده الوزن الذري بتاعها، فترتبت على هذا الاساس. طيب عمل ايه تاني؟ اكتشف بقى مين مندليف. نكمل بقى اللي احنا ايه ما كملناهوش. نكتب بسم الله الرحمن الرحيم. اكتشف في حاجة في الخط، تمام. نكبر شوية. هنقول اكتشف مندليف ان، نغير اللون، ان ايه بقى؟ واحد، ان العناصر تترتب تصاعديا حسب وزنها الذري، الوزن الذري. طب تمام. من اليسار لليمين، من اليسار الجدول الى اليمين. ايه تاني؟ على حيث انها صفوف ايه؟ صفوف افقية. نغيرها بلون تاني، صفوف افقية. طب تمام. واللي سميت بعد ذلك، نكمل بنفس اللون، والذي سميت بعد ذلك بايه؟ بالدورات. نغير برضو اللون، دورات. طب تمام.
قال لك حاجه تانية كمان اتعملت، ايه هي تاني حاجه؟ قال لك والله الخواص العناصر، خواص العناصر بتتكرر بشكل دوري مع بداية كل دورة جديدة، مع بداية كل دورة جديدة. ازاي بقى؟ فهمني. بص انا بقى هقولك، مش احنا قلنا ان العناصر اتوزعت، اتعملت مجموعات عشان الخواص؟ اعتبر ان المجموعات اللي هي دي مجموعات رئيسية اللي هي البنفسجي، والمجموعات والدورات الافقية اللي هي بالازرق ده، ماشي؟ هي اتقسمت ليه التقسيمة دي؟ قال انا عملها كده، عملت باللون ده، ماشي؟ قال انا قسمتها افقيا كده على حسب الخواص. طيب انا قسمتها افقيا كده على حسب الوزن الذري، حسب الوزن. طيب هنا قال لك بتتكرر خواص العناصر، الخواص دي، الخواص دي بتتكرر بشكل دوري، الخواص بتتكرر بشكل دوري مع بداية كل دورة جديدة. يعني الخواص بتتكرر أفقيا بشكل دوري مع بداية كل دورة جديدة، يعني كل دورة جديدة بتبدأ بنلاقي الخواص العناصر الأفقية، خواص العناصر الرئيسية بتتكرر. تمام؟ تمام. نكمل، نمسح، يلا. طيب انا هكبر لك الخط ده شويه، ثانيه. تمام كده، كده تمام. طب يلا نبدا ان نشوف ايه مميزات بقى مندليف في اللي هو عمله في الجدول بتاعه. قال والله مميزاته دي من اهم حاجه انا صراحه حبيتها فيه انا شخصيا. اول حاجه ان هو تنبأ باكتشاف عناصر جديده، عناصر جديده، وحدد قيم اوزانها الذريه. ايه النتائج المترتبه على كده؟ ده سؤال برضو. ممكن يقول لك كده، ما النتائج على ذلك؟ هنقول له والله انه ترك خانات فارغة في جدوله، ترك خانات فارغة في جدوله. طب تمام. ايه تاني؟ والله تاني حاجة عملها ان هو مندليف صحح الاوزان الذرية المقدرة خطأ لبعض العناصر، المقدرة خطأ لبعض العناصر. عندك زي عنصر الايكاسيليكون اللي اتسمت بعد كده بالجرمانيوم. طب تمام. ان هو تنبأ باكتشاف عناصر جديدة، وهو اللي حدد القيمة اوزانها الذرية. يعني هو بيكتشف عناصر جديدة ثانية واحنا لسه فيها اهو. بص هنا اهي، هو اكتشف ان في عناصر جديدة هتكتشف اهي، فحط لها اوزان ذريه من غير ما يحط لها ما يعرف اسمها، لان هو مش اكتشف لسه العناصر دي. فحدد لها هو قيمه اوزانها الذريه، ودي كانت حاجه كويسه. بس يا خساره الحلو ما بيكملش. ليه؟ في عيوب. وايه العيوب ده بقى؟ هو عيوبه كتير عشان كده سيبنا لها مساحه. العيوب لازم نخليها بالاحمر، ومش اي احمر بقى، بالاحمر الغامق كده. عيوبه ايه بقى؟ اضطر، دي اولهم ان هو اضطر.
اضطر مندليف ان هو يعمل ايه؟ باخلال، تعالى انت هنا كده، باخلال الترتيب التصاعدي، الترتيب التصاعدي. طب ليه عمل كده؟ بالاوزان الذرية، بالاوزان الذرية وعمل ايه؟ ثانيا نختار لون حلو كده. بالاوزان الذرية لبعض العناصر، وحطها في المجموعات، ان هو عملها في مجموعات اللي بتناسب مع خواصها. هنقول ووضعها في مجموعات تتناسب مع خواصها. طب تمام، ايه تاني؟ قال لي في كمان اضطر مندليف ايه؟ قال لي اضطر مندليف لوضع اكثر من عنصر في خانة واحدة، من عنصر في خانة واحدة. طب ليه؟ زي مين طيب؟ قال له والله زي الحديد والكوبالت والنيكل، زي التلات عناصر دول. طب ليه لما احطهم في خانة واحدة؟ ليه؟ قال عشان في خواص، في تشابه في الخواص، عشان في تشابه في الخواص، وده في الخواص، ودي الإجابة أصلا. يعني دي الإجابة هتقول التشابه الكبير في خواصهما، للتشابه الكبير في خواصهما. طب تمام، ايه اللي بعده؟ قال والله كان مندليف برضو سيضطر، كان مندليف سيضطر إلى التعامل مع نظائر العنصر الواحد، ذرات العنصر الواحد بقى، التي اكتشفت فيما بعد على أنها نظائر مختلفة. طب ليه؟ وانا مش فاكر لما انا قلت لك تعريف النظائر ايه؟ تعريف النظائر هي صور مختلفة لذرات العنصر الواحد، يتفق العدد الذري ويختلف في العدد الكتلي. وقلت لك العدد الكتلي هو الوزن الذري. يبقى ايه الاجابة؟ ايه بقى لو انت فاكر، لو انت فاهم؟ على فكرة دي كده علل، يعتبر ادي علل. طب اجابتها ايه؟ اجابتها سهلة وبسيطة، لاختلافهما. ثانية عشان نبقى الخط حلو. اختلافهما في الوزن الذري. بيني وبينك حطها في قوسين، ده العدد الكتلي. طب تمام، وانا قلت لك تعريف النظائر. طيب هنسيب المثلث ده تحت. بص ممكن نكتب لك تعريف النظائر هنا برضو لو انت حابب. كنا عايز اعمل اصغر الخط شويه.
نكتب النظير نعمل كده خط كده، ونعمل خط كده، نكبر شوية، نكتب النظائر. النظائر دي تعرفها ايه؟ دي صور مختلفة لذرات العنصر الواحد يتفق في العدد الذري ويختلف في العدد الكتلي. ونعملها برضو بلون حلو كده، نعملها في قوسين الوزن الذري. طيب كده خلصنا على فكرة كده مندليف نراجعها تاني. مندليف عمل ايه؟ مندليف هو لما اكتشف 67 عنصر عمل كل واحد ليهم بطاقة، وكل بطاقة بتشمل الرمز بتاعها ودرجة الغلاء بتاعها ودرجة الانصهار والوزن الذري وصيغة الأكسيد بتاعه والكثافة. طيب ورتب العناصر المتشابهة على صيغة مجموعات رئيسية بتسمى A و B. ليه؟ لأن في تشابه كبير في الخواص بتاعتها. طب عملها على مجموعة A و B ليه؟ قال وجود فوارق في الخواص بتاعت العناصر. لما يسألك ليه هو مندليف رتب العناصر على هيئة مجموعات رئيسية، هتقول لتشابه في الخواص، بسبب تشابههما في الخواص. طيب لما اقول لك رتب العناصر بحيث الوزن الذري على هيئة دورات، ليه؟ لانه بيعملها ترتيب صعودي حسب الوزن الذري. لما اقول لك رتب العناصر على هيئة دورات، ليه؟ هتقول اللي بيرتبها في الوزن الذري لانها بتختلف. طيب يعني ترتبت على هيئة مجموعات من حيث ايه؟ من حيث الخواص. ترتبت على هيئة دورات من حيث ايه؟ من حيث الوزن الذري. طيب نيجي على موزلي كانت سنة 1913. اولا احب اقول لكم ان موزلي الله يرحمه مات وعنده 28 سنة في الحرب العالمية الاولى. يعني هو مات وعنده 28 سنة في الحرب العالمية الأولى. ده الله يرحمه يعني كده في الحرب العالمية الأولى. طيب بيقولك هنا بقى سنة 1913 ايه اللي حصل بقى في السنة دي؟ هقول لك بقى انا اللي حصل اتقل بقى. اكتشف مين بقى اللي اكتشف تاني؟ اكتشف العالم رذرفورد، عالم ارنست رذرفورد اهو، فورد اهو. لا نمسح، مش عجبني اهو، رذرفورد. طيب نغير اللون. عمل ايه؟ اكتشف ان نواة الذرة تحتوي على بروتونات موجبة الشحنة. ان نواة الذرة تحتوي على بروتونات موجبة الشحنة. انا جملتها ليه كده بالرمز؟ لان كده المفروض تكون عارفها. طيب جه موزلي بقى وقال ان عدد البروتونات الموجبة الموجودة في النواة سماها بالعدد الذري. تاني هنقول اطلق مين؟ موزلي، عالم موزلي على البروتونات الموجبة ديت باسم العدد
الذري. تمام. طيب العدد الذري ايه تاني بقى؟ بيقول كان موزلي اكتشف بعد دراسته واكتشف بعد دراسته ان الخواص ان اكتشافته طبعا في خواص الاشعه السينيه ان دوريه العناصر بترتبط ببعضها من حيث العدد الذري مش من حيث الوزن الذري. تعال نكتبها بحاجه علميه كده. اكتشف بعد دراسته نغير اللون اللي هي الاشعه السينيه. تمام. أن دورية العناصر ترتبط بأعدادها الذرية اهي بأعدادها الذرية وليس بأوزانها الذرية كما كان يعتقد مندليف. ونغير اللون بقى. مين؟ مندليف. ما تسموش مندل، اسمه مندليف. ما تدلعوش، سيبه زي ما هو. عمل ايه تاني بقى؟ خلاص بقى قالك اعمل جدول بقى. هو ما عملش جدول، هو خد الجدول بتاع مندليف وشال الحاجات اللي هو المفروض يتشال وحط عليها حاجات تانية، لكن هو ما لغاش جدول مندليف خالص. هو لغى حكاية الوزن الذري بس. صح. تمام. عشان كده لما اقول لك مثلا كده اقول لك موزلي هو لما يقول لك هو ليه علاقة بمين؟ ليه علاقة بالأشعة السينية. هو اللي أطلق على البروتونات الموجبة بالعدد الذري. ولما اجيب لك سيلة رازر فورد هتقول له هو اللي اكتشف حكاية البروتونات الموجبة دي. طب تمام. طيب اهم التعديلات على جدول مندليف عمل ايه بقى؟ اسمع التقيلة. خلاص قال لك رتب العناصر تصاعديا حسب عددها الذري وليس بوزنها الذري. طيب بحيث اول ما نقول بحيث نغير الخط على طول عشان بيبقى في حاجات جديدة بتبقى تتقال. بحيث ايه؟ يزيد العدد الذري لكل عنصر عن العنصر الذي عن العنصر الذي يسبقه في نفس الدورة. وركز على كلمة ثانية نغير لون. في نفس الدورة بمقدار واحد صحيح. تمام جدا. ايه تاني عمله؟ قال لك والله اضاف للجدول ايه؟ حاجة اسمها مجموعة الغازات
الخاملة فين؟ في آخر يمين الجدول، آخر يمين الجدول. تمام. وعلى فكرة دي اتسميت بالمجموعة الصفرية. طب تمام. و اضاف برضو ايه تاني بعد ما هو اضاف دي، نخليها بلون كمان دي، وهنقول اضاف للجدول برضو بعض العناصر، التي تم اكتشافها بعد اعداد مندليف للجدول. اعداد مندليف الجدول. طيب كده تمام، كده تمام. في حاجة كمان، واحنا المشكلة في المكان. ثانية اظبط لكم المكان واجي. تمام كده، ادي كده خصصنا مكان اهي. هنا قال لي حاجة جديدة بقى، خصص مكان اسفل الجدول الدوري لعناصر مين؟ اللانسانيدات والاكتينيدات. اللانسانيدات والاكتينيدات. تاني، ايه اهم التعديلات في جدول مندليف اللي حصل في جدول مندليف اللي موزلي عملها؟ قال لي اعاده ترتيب العناصر حسب عددها الذريه وليس اوزانها الذريه، بحيث يزيد العدد الذري للعنصر عن العنصر الذي يسبقه بمقدار واحد صحيح فقط. يعني لو في مثلا ان 11 معاه ام جي 12، 13 14 اي ال 13 و14 و15 و16 لحد 20 اللي هو سي اي 20. طيب اضاف لجدول مجموعه غازات الخامله اللي بيسموها المجموعه الصفريه، بتبقى في اخر يمين الجدول الدوري. واضاف عناصر اخرى تم اكتشافها بعد ما مندليف عمل الجدول الدوري بتاعه، وقال ان اخصص مكان اسفل الجدول الدوري العناصر كانت بيسموها دي المجموعه اللي هي الفئه اف. بيني وبينك كده، الفئه اف اللي هي مين؟ اللانسانيدات والاكتينيدات. طب يلا ننقل بقى على جدول الدوري الحديث. يلا بينا، يلا. الجدول الدوري الحديث ده مين؟ تقريبا العالم بور، العالم الدنماركي بور، بس كان في علماء تانية جنبه. طيب هنقول ايه بعد الدراسات الحديثة؟ ايه اللي حصل؟ اوضحت مين؟ اوضحت لنا ايه؟ بالترتيب الدقيق الذري. ايه يعني تاني بالترتيب؟ انا هوضحها لك. بالترتيب الدقيق الذري. وضح ايه بقى؟ هقول لك وضح ايه. واحد، اكتشف مين العالم بور؟ اكتشف العالم بور اكتشف ايه بقى؟ اكتشف ان مستويات الطاقة الرئيسية عددها 7 بس. اكتشف ان عدد مستويات الطاقة الرئيسية مالها؟ بالذرة. يعني هو اكتشف، بص اعملها لك بحاجة تانية احسن. ثانية هنصغر الخط. هو مش اكتشف العدد بتاعها بس، هو اكتشف المستويات الطاقة كمان. عشان كده انا احذف دي عشان برضو بتختلف. اكتشف بور المستويات الطاقة الرئيسية بالذرة. هو اللي اكتشف مستويات الطاقة الرئيسية بالذرة،
وعددهم اهو، وعددهم 7 مستويات في اثقل الذرات المعروفة. في اثقل، ثانية، اثقل الذرات المعروفة. طيب حتى الآن بعد كده ايه؟ العلماء بقى مجموعة علماء، شوية الحشاشين دول عملوا ايه؟ هنقول اكتشفوا مجموعة العلماء، بيني وبينك ان هم حشاشين بس هم علماء، بقى علماء مضيعيننا كلنا. ما خلينا نذاكر الحاجات دي كلها، معلش بقى يا ابني نعمل ايه؟ استحمل. اكتشف بقى مجموعة العلماء ايه بقى؟ اكتشفوا ان كل مستوى طاقة رئيسي، ان كل مستوى طاقة رئيسي ماله مكون، ثانية، مكون من ايه؟ من عدد محدد من المستويات الفرعية. يا دي النيلة، ايوه كده. ماشي انا همسحك، حاضر. يات الفرعية، تمام، اللي هي بيسموها اصلا، اللي هما مسميينها، اللي هي مستوى طاقة داخلي. تمام، خليك عارفها، العلم بالشيء. طيب عمل ايه تاني؟ انا بقى اوضحك. يعني مش احنا عندنا مستوى الطاقة اللي هو كي ال ام ان؟ بص، الكي واخد اس، ال واخد اس وبي، الام واخد اس وبي ودي، والان اس بي دي اف. خليها معلومة عندك، يعني دي معلومة بس للعلم بالشيء. خليها دي معلومة، ودي معلومة، ودي معلومة، ودي معلومة. يعني ها، ذكرى مني ليك لما تيجي تاخدها في اولى ثانوي وفي تانية ثانوي وفي تالتة ثانوي كمان. طيب ايه بقى لما خلاص بقى عملوا اعادة ترتيب للعناصر بقى تاني؟ انت ايه نسيت؟ هنا بقى اعادوا ترتيب العناصر من حيث ايه بقى؟ من حيث حاجتين برضه، تصاعدي. من حيث حاجتين بقى، من حيث العدد الذري، ومن حيث طريقة ملء مساواة الطاقة، ومن حيث، ثانية، طريقة ملء المستويات الطاقة، عشان مفيش مكان. طيب كده احنا نهينا الدرس، طيب انا بقى عايز افرق ما بين مندليف وما بين موزلي وما بين الحديث. مندليف عاد ترتيب العناصر على حسب وزنها الذري بس، ده اللي عمله. طب وموزلي ده كده بيني وبينك كده كان ملخص دقيق خالص، يعني انك كده مع انك كده يعني كده انت ذاكرت اللي فات، انت ذاكرت كل الدرس، بس انت لما حبيت تلخص التلخيص المباشر قوي، فانت تقول ان ايه الفرق ما بين الثلاثه دول. مندليف عمل اعاده ترتيب العناصر تصاعديا على حسب الوزن الذري، وموزلي عمل ترتيب تصاعدي على حسب العدد الذري بس. لكن الحديث عمل اعاده ترتيب العناصر تصاعديا حسب العدد الذري وحسب طريقه ملء مستوى الطاقه. طيب ايه تاني؟ بص بقى يا سيدي، احنا كده خلصنا دي. طيب
ايه تاني؟ بص انا هعرفك حاجه كده مني ليك. ايه حكايه الاس بي والاس بي ودي واس بي ودي اف وجت منين؟ اسمع مني بقى. دي اس بي ثانيه. لا انا هصغر الخط شويه يا عم، صغر. اس بي، مسافات كبيره ليه؟ اهو اس بي 3 اس ثانيه، 3 اس 3 بي 4 اس 3 دي 4 بي 5 اس 4 دي 5 بي 6 اس 4 اف 5 دي 6 بي اس اف دي بي. طيب ايه الحاجات دي بقى؟ دي توزيع، دي العناصر الداخليه على فكره، دي العناصر الفرعيه، دي مساواه الطاقه الفرعيه. هنا بقى هقول لك انا كنت بعمل ايه بالرقم اللي كنت بقوله ببقي ده. هنا كان هنا 1 اس 2 اس 2 بي 3 اس 3 بي 4 اس 3 دي 4 بي 5 اس 3 دي لا 5 اس 4 دي 5 بي 6 اف 4 اف 5 دي 6 بي 7 اس 5 اف 6 دي 7 بي. هنا بقى انت بتقول دي اشمعنى خد واحد اشمعنى خد واحد اشمعنى خد واحد. اسمع بقى التقيلة دي. هنا بقى 1 اس دي كي 2 اس 2 بي ال 3 اس 3 بي مع 3 دي واخدت ام 4 اس 4 بي 4 دي 4 اف 4 اف دي واخدة ان. مفيش حاجات جديدة بقى. الاو بقى واخدة ايه؟ واخدة 5 اس واخدة 5 بي واخدة 5 دي واخدة 5 اف. هنعملها بلون تاني بلون تاني بلون تاني، بلون ازرق. 5 اهي و5 اهي و5 دي و5 اف كمان. والان كي ام ان او بي، ادي الاو. ناخد البي. البي واخدة ايه؟ واخدة 6. ادي 6 6 اس و6 بي و6 دي و6 اف. مفيش 6 اف بس واخدة دول والسبعة دول. هي بتتوزع بقى على حسب بقى ايه في الاخر. بس خلينا لغايه، بص لغايه ما انت واخد، لغايه ما انت واخد بس. مالكش دعوه بالحاجات دي، مالكش علاقه بيها خالص، ما توجعش دماغك. خليك لحد الان. عرفت ما انا جيت منين؟ هم دول. طيب احنا فاكر لما انا قلت لك ان احنا عندنا 118 عنصر؟ عندك 92 تم اكتشافها، تمام. والباقي من الحاجه كام؟ 27 باين ولا؟ انا كتبتها فوق اهي. 26 عنصر. هما كانوا 92. كانوا 92 تم اكتشافهم. 118 تم اكتشافهم. 92 موجودين في القشرة، في القشرة الأرضية. و26 تم تصنيعها، ثانية، تم تصنيعها في ظروف خاصة. بس كده، ده اللي انا حابب اوضحه. يا ريت تراجع درس كويس، انا لخصت لك كذا صفحة في ورقة واحدة. يا ريت يا ريت لو انت عايز البي دي اف ده اهو، عايز تاخده صورة اهي خده، تمام. عايز اجيب لك البي دي اف وابعته لك، تمام. بعت على جروب التليجرام باذن الله وانا هرد عليك. واخيرا، نحن لم نخلق عبثا بل لنعمر هذه الدنيا وكي ياتي
ونمهد دربا لكي يأتي جيلا يستكمل ما كان يوما ما سنرحل ويبقى لنا أثر. مع أطيب الأمين ورق الدعوات، أشوفكم في فيديو تاني. أطيب الأفات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا لا لم نخلق عبثا حسنا، بل لنعمرها دنيانا، لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان. لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا، أن نحيا في الكون كراما، إحسان يتلو الإحسان.